طريقة المنجونة دي مختلفة وأول مرة تشوفوها. تمام. طيب، بما اني انا من بورسعيد، فانا النهاردة هوريكم طريقة عمل المنجونة، وهحكي لكم حكاية ليه اتسمت منجونة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ دي طريقة ماما. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. معايا النهاردة 3 بيضات، وهنحط كيسين فانيليا، كوباية سكر، وهنضرب كل الكلام ده مع بعضه كده، بحيث اللي هو يبقى عامل زي الفوم كده، يعني يبقى ابيض، يعني لونه يمتزج كل الكلام ده مع بعض. وهننزل بكوبايه لبن، ومعايا كيلو دقيق. هنزل بكل المكونات دي، وهبتدي انزل بالدقيق و ادخله كويس المقدار بتاعي كله. بعد ما انخله وحطيته على الخليط زي ما انتم شايفين، هحط معاه الخميره والدقيق بتاعك. على حسب الدقيق بتاعك انت بقى بتحددي. يعني انا هي المفروض كوبايه ونص زيت. انا الدقيق عندي اخد كوبايه زيت اقل كمان. ومعانا ميه، يعني برضو في كوبايه ميه، برضو على حسب الدقيق يا جماعه. الدقيق عندي مشربش ميه، يعني انا يدوبك اخد حبه ميه صغننين جدا. تمام. انا برضو هكتب لكم، خدوا بالكم مش كلنا بنستعمل الدقيق زي بعض. دي مشكلة، يعني ممكن تبقى المقادير هقولك تعملي كذا وكذا وتلاقيها منك شربت المية كلها وعايزة زيادة. انا مثلا استعملت دقيق الضحى، في ممكن غير ممكن يستعمل دقيق من عند العطار، في ممكن يستعمل دقيق تاني. فكل واحد وعلى حسب الدقيق بتاعه. هنا المقدار بتاعي المفروض احط كوباية وربع زيت او نص زيت، وهحط كمان كوباية مية دافية. فانا حطيت الزيت الاول، هي كده مش محتاجه خالص اي حاجه، وحبه ميه صغننين. شايفين شكلها عامل ازاي؟ العجينه طالعه تحفه. طبعا هسيبها شويه، حدود ساعتين 3 تتخمر. طبعا هي ما خمرتش جدا لان هي محطوط فيها كوبايه سكر مع الخميره، فمش هتديكي اللي هو زي البيتزا كده. تمام. هنبتدي دلوقتي نشكلها، وهبتدي احكي لكم احنا ليه اتسمت منجقونه. لان ايام احنا البلد عندنا كان فيها اجانب، وكان فيها ايطاليين، كان فيها اللي هم الاجانب. خلاص، المهم، فكان في واحد ايطالي كان بيمشي بعربية، يقعد ينده يقول منجونة. معناها يعني ايه؟ يعني كل واحد ياخد فطيرة يفطر بيها، لكل واحد واحدة. فاحنا من ايامها، دي كانت ايام شم النسيم، دي من ايامها واحنا اخدنا العادة دي، اللي لازم ايام شم النسيم بناكل منجونة، وبناكل فسيخ ورنجة. انا بعملها مش زي بتاعه الافران، يعني هي مش عيش، هي بتجمع بين الفطير والبسكوت. فما هتيجي تاخدي العجينه بتاعتك مش هتبقى زي هقولك انا زي العجينه كده، اللي هو زي الفينو، زي السينابون. لا، هي بتجمع بالنسبه لنا، او بالنسبه لماما اللي كانت بتعملها لنا في البيت كده، بتعملها عجينه بتجمع بين البسكوت والفطير. يعني لما تيجي تاكليها هي مسكره، اخده طعم البسكوت واخده طعم الفطير، يعني بتاكليها زي اتنين مع بعض. هتقولي لي ازاي؟ هقولك هي العجينه دي كده خلاص، وهي مقاديرها دي كده. طبعا انا لما قعدت ابحث على النت، انتوا بتعملوها اللي انا شايفاها على النت طريقتها مختلفه، فانا وريتكم الطريقه بتاعتي، او اللي ماما كانت بتعملها لنا، بتعملها بالمقادير اللي انا هنزلها لكم دي. وطبعا بنشكلها وبنحطها في الفرن. ممكن بقى تعمليها ضفاير، ممكن تعمليها اللي هو الشكل المعتاد بتاعنا ده اللي هو العادي، ممكن تعمليها اصغر من كده، ممكن تعمليها اكبر من كده، براحتك. بس انا النهارده حبيت اشارككم المنجقونه بتاعتنا. تمام. هي المفروض متوارثه ابا عن جد، دي من زمان. طبعا هي على مدى اللي هو تطور وكده، فكل واحد بيقول طريقة، كل واحد بيقول. فدي الطريقة بصراحة اللي انا اعرفها بتاعت ماما، اللي كنا بنعملها في البيت واحنا صغيرين. هي الطريقة دي كانت بتعملها لنا كده، ومقاديرها كده. وكنت لما اكلها ما لقاهاش عيش،
يعني ما بتبقاش عيش، بتبقى حاجة جامعة بين البسكوت والعيش، بين البسكوت والفطير. تمام. وبتتاكل مع شاي ولبن، تفطري بيها الصبح، تاكليها اي وقت كده، تاكليها ساده من غير حاجه، بيبقى طعمها خرافي، وبتبقى حاجه مسكره، طعمها حلو جدا جدا جدا. انا دلوقتي بدات هشكل فيها، وكل واحد زي ما انا قلت لكم بيعمل الشكل اللي هو عايزه. حطيتها هنا، خفت بقى العجينه، عشان طبعا انتوا عارفين العجائن لما بتتساب في الهواء بتبتدي تنشف، فهو كان اسلم حل اللي انا احطها كده واحط عليها قماشه او احط عليها اي حاجه واخد حته حته وابتدي اشكلها. جبت معايا صينيه، لو عندك صاج ممكن تحط فيه. بدات اعملها زي اللي هو الخط كده اللي هو بتاعنا مش عارفه اسمه ايه بصراحه. وبدات الفها كده اهو، اللي هو الشكل المعتاد بتاعنا، وخلاص. وبدات احطها في الفرن. طبعا بتعملي الوش اول، يعني اول بتفتحي الشوايه من فوق، تعملي الوش بتاعها عشان وشها شكلها ما يروحش، لان انا الغلطه دي غلطت فيها في اول حاجه انا عملتها بصراحه. وبعدين تفتحي الفرن من تحت، تسيبيها بقى لحد ما لونها من تحت ياخد اللون الذهبي. هي يا دوبك كلها على بعضها سويها حدود ربع ساعه. تاخدي بالك جدا من سويها، لان هي لو اتحطت في الفرن زياده هتنشف منك، او هتتلطع او هتتحرق، فحرام تبقى عامله حاجه طعمها حلو وتبوظ منك، فبيبقى الموضوع مش حلو يعني. فانا بقول لكم على دي، حتى طريقه التسويه هتسويها بالطريقه دي. انا هنا قعدت اشكل فيها. طبعا تحس ان الواحد بيلعب والله، يعني ده يوم اللعب بامانه كده، اللي الواحد يقعد يلعب كده ويقعد يجيب العجينه. ويا سلام بقى لو عندك اطفال تشاركيهم، تقول لهم يلا اقعدوا اعملوا معايا الكلام ده، صدقوني هيبقوا كمان مبسوطين. طيب، احنا دلوقتي عايزين نعرف الوش بتاعها بيدهن ايه. الوش بتاعها بيدهن هتجيبي معلقه نسكافيه، حبه لبن، بيضتين، والفانيليا بتاعتك، وهتبتدي تضربي الميكس ده كله مع بعض، وهتدهني الوش بتاعها بحرص، بحيث خدي بالك ما ينزلش كمان في الصاج بتاعك علشان ما يتحرقش. هيبقى اللون بتاعك غامق، لونها هيطلع غامق من تحت. انا بقولك الخطوات والحاجات اللي هي بتبقى ممكن تقع فيها وما تاخديش بالك. لازم يبقى لونها اللي هو الدهب الحلو بتاعنا ده. سهله وبسيطه وحاجه مفرحه والله. هنا اهو انا جبت لكم طريقه اهو، انا حبيت اقولها وطلعت اهي طريقه الميكس اللي هو بيتحط على الوش. لبن، فانيليا، تحطي بيضتين، وتقلبي كل الكلام ده مع بعضه. مش عايزه تحطي لبن مفيش مشكله، بس انا حطيت لبن المره دي لاني حسيت ان البيض تقيل جدا، سمكه تقيل قوي، فحطيت شويه لبن. وبس بتتحط يا دوبك ربع ساعه في الفرن. تعمليها من تحت شويه، من فوق وشويه من تحت، زي ما قلتلك، لحد ما ما تخلص خالص. وبعدين بتبتدي تطلعيها من الفرن، تسيبيها تبرد شويه خالص، وبعدين تحطيها في صينيه، تحطيها في علبه، وتغطي عليها، وتاكليها بقى اي وقت. تبقى سهله وجميله ومش بتاخد اي حاجه، وعايزاكم تجربوها. صدقوني بتطلع هي مختلفه، طريقتي دي مختلفه خالص خالص عن الطرق اللي هي العاديه، اللي هي الطريقه العاديه بتاعت اللي هم متداوله دلوقتي او اللي انا شايفاها. دي الطريقه اللي انا من وانا صغيره ماما كانت بتعملها لنا، هي كانت بتعملها كده وبتطلع طعمها جميل. وانا ما اقتنعتش ببتاعه الافران، يعني ما عجبتنيش، ما اقتنعتش بيها، ما حسيتش اللي هي دي المنجقونه المختلفه اللي بيضحكوا عليها وكل المحافظات وكل الدنيا بتعملها ايام شم النسيم. مش هي دي، لا، دي بتاعت ماما اللي هي معودانها عليها، اللي هي ماما عملتها. وبس طلعت جميله حلوه جدا. وما تحطيها زياده في الفرن عشان ما تنشفش منك، انا قلت لك اهو. يلا بقى جربيها وهتاكلي احلى واجمل منجقونه. وبس، لو عجبكم الفيديو او عجبتكم الطريقه، شايفين شكلها جميل ازاي، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم. مع السلامه.